السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي ويا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين وكل يوم وانتوا طيبين وفي صحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. حبايب قلبي، النهاردة جاية لكم في يوم جديد بفيديو جديد. هتعملي ايه يا بنتي يا امان النهاردة؟ هقول لكم دلوقتي. بس حبايب قلبي، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وعايزة لايكات كتيرة 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 قوي 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 للفيديو ده. طيب بطلي رغي بقى كده وخشي في الموضوع على طول. هتعملي ايه؟ بصي يا حبايبي، انا عايزه اقول لكم ان انا يعني ايه، بقالي فتره جامده قوي ما عملتش عجه. فبصراحه كده جت على نفسي، قلت والله لا اقوم اتشملل كده واعملها. طيب عجه ايه؟ في ناس كتير طبعا وخصوصا الجيل الجديد اللي هم الشباب الصغيرين لسه ما يعرفوهاش، ومنها عيالي بصراحه، لاني يعني عملتها من كام سنه كده. المهم يا جماعة، عملت بقى كمية بصل مش قادرة اوصف لكم. انا عاملة يا جماعة كيلو ونص بصل. عارفين يعني ايه كيلو ونص بصل؟ يعني بصوا حاجة، هي كده هي هتتعمل يا تتخدم صح يا اما ما تتخدمش. المهم قعدت بقى اقطع يا جماعة في البصل، ما اقولكوش كنت منهارة من العياط. عشان كده مرضتش اصور لكم البصل وانا بعمله، لان بجد والله العظيم كانت حاجه. في واحده ممكن تقولي طب ايه اللي غصبك على كده؟ هقول لكم بقى، نفسي جت عليها وقلت والله لا اعملها. المهم رحت عامله ايه، قطعت البصل. وطبعا ايه، قعدت بقى احمر فيه وخد مني برضو فتره جامده. يعني انتوا شفتوا في الاول يا حبايبي الحله كانت مليانه ازاي؟ طبعا كل ده يعني بيخس، يعني بينزل النص. فعشان كده انا بكتر له البصل. المهم حمرت البصل زي ما شفتوا، وبعد كده رحت نازله بالخضره. طبعا هي بيتعمل لها التسبيكه زي بتاعه المحشي بالظبط. المهم حطيت 3 حزم خضره مشكله، وادي البيضه اهوت. طبعا البيض يا حبايبي انت بتحطي يعني الكميه اللي انت عايزاها. عايزه بقى تحطي 7، عايزه تحطي 8، عايزه تحطي 10، كل واحد حسب ما بيحب. بس هي سر حلاوتها في البصل الكتير والبيض الكتير. بس المهم انا حطيت طبعا 3 معالق دقيق زي ما قلت لكم. وبعد كده رحت منزله على طبعا خلي بالكم انا المفروض كنت استنيتها لما بردت، بس طبعا ما كانش عندي وقت، كان فاضل ساعه على الفطار، وهي طبعا بتاخد عندي وقت في الفرن. المهم يعني كانت مش تبرد، يعني بس كانت تهدى شويه. بس فروحت بقى عملت ايه، قلبتهم كلهم في بعض. وطبعا حطيت التوابل بتاعه المحشي، اللي هي ايه، حطيت ملح وفلفل، وحطيت كمون وكزبره وبهارات. ويعني بصوا كأنك بتعملي محشي بالظبط. وبعد كده رحت بقى حطيتها في الصينية وعلى الميكرويف على طول. هي تقريبا بتاخد لها حوالي ممكن من نص ساعة لساعة الا ربع، يعني تقريبا حاجة زي كده. بصوا هي كانت هتخلص على الفطور. المهم قلت اما اعمل جنبها ايه بقى، شويه بطاطس محمره. انا بحبها جنبها بطاطس يا جماعه قوي، بتبقى حلوه. ويا سلام بقى لو جنبها طبق سلطه، بتبقى جامده بجد. اللي زهقان يا جماعه من الاكل وحيره الاكل وكل يوم هناكل ايه وهنشرب ايه، اعمليها. والله عايزه اقول لكم بتاكل، يعني هي فعلا حلوه. هي متعبه في الاول في حته ان انت بقى بتقعدي تقطعي بصل كتير وكده، بس بجد هي حلوه. وكمان عايزه اقول لكم اللي نفعني الكبه. عندي الكبه بصراحه ربنا مريحاني قوي قوي. يعني لولا ان انا عندي الكبه والله العظيم ما كنت عملتها. طب هتقولي لي ممكن ايه، طب اشتريها جاهزه من المطعم يعني. انتوا عارفين ان الواحد ساعات كده بيبقى يعني بقرف بصراحه. يعني انا بحب الحاجه البيتي انضف، فاهميني؟ المهم هنا كان فاضل باخر بطاطسية هي. طبعا كان على الفطار، يعني الاكل هيبقى سخن. ممكن اكون اتاخرت شويه النهارده، بس ايه، اكمني يعني بسهر وبنام وش الصبح. فعايزه اقول لكم اصلا انا صاحيه من النوم بعد العصر يا جماعه. يعني عندي كسل كده وما كنتش بصراحه قادره اقوم. بس هعمل ايه، يومين رمضان بقى كله بيبقى سهران وكده. وبيني وبينكم والله بصوا، شريف جوزي اتخنق مني يا جماعة من كتر ما انا بسهر. يقول لي نفسي تنامي بدري وتصحي بدري. اقول له ده مش هيتحقق، انا هفضل طول عمري كده. بنتي ليل احب ان انا ايه، اسهر طول الليل ومش انام طول النهار طبعا، لان انا الحمد لله انا مش من الستات اللي ايه احب ان انا طول النهار انام. لا انا اخر الظهر. بس يعني يومين رمضان بقى الواحد يعني بيحب ان هو بقى ايه، مسلسلات بقى والجو اللي انتوا عارفينه ده، فغصب عني ببقى قاعده مثلا واصلي الفجر كمان بالمره، لان حرام ان انا اسيب الفجر وانام.
المهم هنا كنت خلصت البطاطس اهوت بعملها صوابع. عايزه اقول لكم ان الكبه عندي كمان بتقطعها صوابع، بس مين بقى هيجيب ويركب؟ واقعد بقى كل شويه اشيل دي واحط دي، السكينه دي مش عارفه ايه. بس بصراحه هي لما بقطع فيها البطاطس بتنجز معايا. وساعات والله بحس ان انا بستتقل بقى ان انا ايه، هشيل واحط واعمل. لا انا بصراحه عملت البصل ورحت غسلها وشايلاها. بس لو هعمل بقى كمية بطاطس، يعني انا لو عندي حد مثلا وهعمل ممكن كيلو ونص بطاطس مثلا جنب الاكل. لو هعمل مثلا فراخ مشوية وجنبها شوية بطاطس، فطبعا بتبقى كتيرة، فبروح حطها اقول ايه تنجز معايا شوية. بس المهم هي بصراحة بتساعدني، بتعمل معايا حاجات كتيرة قوي، وبتعمل لي سلطة برضو. بس ساعات بقى ايه الواحد لما بيكون مستعجل، انا عن نفسي طب عايزه اقول لكم ان انا عندي القطاعه ما بحبش استخدمها. يعني برضك لما اجي اقطع السلطه ما بحبش اقطع عليها غير قليل قوي قوي لو استخدمتها. احب ان انا ايه اشتغل على ايدي، ممكن يكون عشان انا اتعودت بقى على كده، ما اعرفش. المهم ايه هنا خلصت اهوت. طبعا انا لسه ما علقتش على الزيت. عايزه اقول لكم ان الطاسه دي أنا لسه جايباها يا جماعه جديده، وزعلانه قوي انها باظت. مش عارفه بقى اتضحك عليا فيها ولا انا اللي اهملت فيها، ما اعرفش. بقيت كل مثلا يومين ثلاثة اشيل الزيت اللي فيها واغسلها، لحد لما لقيت ان الرش اللي فيها اللي هو الجرانيت دوت اتقشر. فما اعرفش ده بقى غباء مني ولا ايه، ما اعرفش. يعني اللي عنده حاجة زي كده جربها وباظت منه يقول لي. انا اشتريتها من حد يعني اول مرة اتعامل معاه، ومعرفش ده بقى. بس انا ما بدعكهاش بسلك، انا بعملها بالليفة، بس ابتدى يطلع مني، فمش عارفة فيه ايه بالظبط. وخايفة برضك اللي انا اجيب مثلا اللي هو الباور والحاجات دي تبوظ. واحدة صاحبتي قالت لي اوعي تعملي كده، بس مش عارفة والله، لاني انا يعني ايه، انا صعبان عليا ان انا جبتها غالية وباظت مني. أنا لسه جايباها من حوالي شهرين ثلاثة. كنت بجيب حاجات لرحمة بنتي وانا بجهزها، فقمت ايه جايبة واحدة لنفسي، مع اني عندي بتاعت الطقم اللي هو الجرانيت اللي هو الحلل، بس دي انا جايباها لوحدها يعني. فمش عارفة والله هعمل ايه. ممكن اجرب كده واشوف الدنيا تبقى عاملة ايه. المهم قلت اما اعمل هنا بقى طبق السلطة اللي انا قلت لكم عليه. يعني قلت بقى المرة ده انوع، يعني عملتها اخر مرة بالجرجير، انا بحبها بالجرجير جدا. المرة دي بقى قلت اما اعملها بالخس، عشان كمان عندي شريف جوزي بيحب السلطة قوي زي ما قلت لكم. فقلت ايه انوع، يعني مرة بالجرجير، مرة بالخضرة، مرة بالخس. فشفت كده خس وانا ماشيه في السوق عجبني. الراجل بقول له بكام يا عم الخس ده؟ راح اداني ال4 ب10. شفتوا انتوا بقى؟ بس جايباه جميل كده وصابح وكان زي العسل. المهم خدت منه ال4 ب10. حاسه بقى ان انا ايه، يعني انتصرت عليه كده، خدت ال4 ب10. المهم قلت اقطع بقى كده واحدتين خيار. وكان عندي طماطم في التلاجة اللي هي اللي هي تحسيها كده ايه ناشفه شويه، دي انا بحبها قوي للسلطه بقى. كان عندي في التلاجة اللي هي الحمرا قوي بتاعت الشتاء البلدي، دي انا ما بحبهاش في السلطه. بس لكن اللي هي الناشفه المرمله شويه دي بتبقى حلوه قوي في السلطه، وبتبقى ماسكه نفسيها. لكن التانية بصراحه ما بتبقاش مستحمله. المهم يا جماعه ايه، والله كنت عايزه اجيب برضو ليمون واخلله، بقالي فتره كده ما عملتهوش. بس لما بجيبه بيتركن في التلاجة، محدش بيقرب له غيري. بحب الليمون المخلل قوي، والفلفل اللي هو اللي هو الحراق. بس قلت لا خليها بقى في وقت تاني، بما اني ايه كنت بقى مستعجلة شوية وعايزة اخلص واروح البيت اعمل الاكل وبتاع وكده. بس هنا حطيت الطاسة اهو بتاعت الزيت، وعملت بعمل السلطة اهوت. ويا جماعة الايد بتاعت المغرفة دي اتكسرت مني، دي بقى تاني استعمال ليها. هتقولي لي هو في ايه النهارده، ايه اللي بيحصل لك؟ اقول لكم معرفش. انا كنت جايبه قبلها واحده يا جماعه اللي هي الغاليه، اللي هي ام ايد بلاستيك لو تعرفوها. دي بقى عاشت عندي فتره جامده قوي. دي انا لسه جايباها، طب اتكسرتي مني ليه؟ معرفش. مش عارفه، يمكن بقى الحاجه بقت غاليه وما بقتش حلوه، مش عارفه في ايه والله العظيم يعني. إيه، يعني تحسي كده مبقاش في بركه في حاجه اصلا، فاهمني؟ كل حاجة ما بقتش حلوة، كل حاجة ما بقتش فيها بركة، كل حاجة كده. يلا الحمد لله. المهم انا هنا خلصت اهوت البطاطس يا حبايبي. قلت بقى احط الدور التاني. طبعا انا مش هعملهم كلهم لاني بتقعد بصراحة ومحدش بيقرب لها لما بتبرد.
اتفرجوا بقى على صينيه العجه الجامده لما اتحطت في الميكرويف وخدت الوش الاحمر، بقت تحفه تحفه تحفه. ولا ريحتها يا جماعة جايبة آخر المطبخ بجد والله من غير مبالغة. اللي ما جربهاش يجربها ويقول لي، لأنها بجد تستاهل والله. لو بس تخدميها صح يعني. حطي بصل كتير، حطي بيض كتير، هتطلع حلوة قوي. طبعا هنا كنت خلصت، هو تقول تغرف لأني كان خلاص القرآن بتاع المغرب شغال. وقلت بقى يلا، عشان انا بصراحه الريحه دي جوعتني، وشريف عمال يقول لي يلا يا بنتي خلصي انا جعان. قلت له خلاص انا خلصت اهوت. المهم انا هنا حطيت البطاطس والسلطه اهوت، لسه هغرفها في البوله. بص البوله دي يا جماعه انا لسه شارياها طازه، شارياها الاسبوع اللي فات. جبتي بصراحه، جبت 3، جبت واحده صغيره وجبت 2 كبار. عايزه اقول لكم ان يعني ايه، انا كان فايتني كتير بصراحه، هي يعني انا ما كنتش عندي منها قبل كده. كان عندي بقى اللي هي الصيني والبايركس والكلام ده. بس بصراحة انا لما جبت دي عجبتني قوي قوي. يلا يا جماعة بصوا بقى منظر الاكل. يا سلام، والنبي تسلم ايدك يا بنتي يا امونة. بصوا هنا كنت خلصت اهوت. ما تنسونوش بقى يا جماعة في اللايك. يلا توحشوني قوي قوي قوي. باي باي.